عمرك قابلت حد أول ما بيدخل المكان تحس إن الجو تقل والضحك اختفى وحماسك اتبخر، وتحس إن في حاجة كده بتتسحب منك بس أنت مش فاهم إيه هي. لو حسيت بالشعور ده قبل كده فأنت غالبا قابلت مصاص طاقة، والشخص اللي زي ده مش شرط يكون هو الشرير اللي في الفيلم، ممكن يكون حد قريبك أو حد أنت بتحبه فعلا، بس الفرق إن وجوده بيستنزفك نفسيا. كان في واحد اسمه عمر، شاب هادي وطموح وبيبدأ يومه بابتسامة وشايل أحلامه على كفه. لكن كان معاه صاحبه ماهر. ماهر كان مختلف، شايف إن الدنيا كلها ضده وكل كلامه عن الفشل وإن مفيش فايدة، وإن كل الناس اللي بتنجح دي بينجحوا بالواسطة. عمر كان بيحاول يساعده، كان بيسمعه وينصحه، لكن كان بيحس بحاجة غريبة. كان كل ما يكون قاعد مع ماهر بيلاقي نفسه متقدر وفاقد الشغف، لحد ما في يوم من الأيام وبعد قعدة طويلة مع ماهر قام عمر وروح البيت. بص قدام المراية لقى إن ملامحه باهتة وعيونه كلها حزن وضحكته مختفية. ساعتها قال لنفسه: أنا شكلي بقيت زي ماهر من غير ما أخد بالي. اللي حصل مع عمر ده حقيقي جدا ومش خرافة. علم النفس بيسميه العدوى العاطفية، يعني طاقتك النفسية بتتأثر باللي حواليك بشكل لا إرادي. كمان الدماغ فيها حاجة اسمها خلايا مرآت، ودي بتخليك تحس بمشاعر الناس اللي قدامك من غير ما تتكلم حتى. يعني لو كنت بتقعد مع شخص دايما سلبي وحزين، مخك هيمتص نفس التردد، فمع الوقت هتتحول انت لنسخة منه. كمان ده ليه تأثير فسيولوجي. الدراسات بتقول إن تواجدك مع شخص سلبي لفترة طويلة بيرفع هرمون الكورتيزون، هرمون التوتر، وبيقلل من إفراز هرمون الدوبامين، الهرمون المسؤول عن إحساسك بالطاقة والحماس. يعني ببساطة هو مش بيسرق طاقتك وبس، ده كمان بيسرق كيمياء جسمك. طب تتعامل إزاي مع الشخصيات اللي بتمتص طاقتك؟ أول حاجة اعرف حدودك العاطفية. مش كل ما حد يحكي لك لازم تشيل همه، في فرق بين انك انت بتسمع وفرق بين انك انت بتتبنى وجعه. اسمع بس خليك واعي انك انت مش بطارية لغيرك. تاني حاجة راقب نفسك لما تكون قاعد مع شخص سلبي وتهوم. شوف نفسك، لو كنت مطفي فدي علامة خطر، ما تقطعش علاقتك بيه لكن قلل التكرار. تالت حاجة اعمل حاجة تديك طاقة. لما تعرف نفسك انك انت هتقعد مع شخص دايما كلامه سلبي وبيحكي عن الهم والحاجات دي، فممكن مثلا تعمل رياضة، تمرين. كمان ممكن تعمل تمرين شهيق وزفير بيدي طاقة برضه. كمان لازم تحط في بالك ان الشخص ده سلبي وكلامه سلبي لا اكتر ولا اقل. بس رقم 4 اتعلم تقول لا. مش شرط كل واحد بيحكي لك حاجة يبقى ليه الحق ان هو يستهلكك نفسيا. ممكن تقول لا على الحاجة اللي انت مش عايز تسمعها. يعني في موضوع سلبي هو بيحكيه لك ممكن تقول له لا انا مش عايز اسمع الموضوع ده. ده ما اسمهوش قسوة منك، ده اسمه تقدير منك لذاتك. وفي النهاية في زمن الكل بيحاول يعيش فيه مبسوط، في ناس بتعيش على طاقتك مش على رزاها، بيسحبوا منك النور عشان يداروا على الظلام بتاعهم. بس خد بالك، محدش هيقدر يسرق طاقتك طول ما انت مليان، وطول ما انت عارف حدودك، وطول ما انت عارف ان قيمتك مش في رضا الناس ولكن في انك انت تبقى سليم من جواك. بس وكده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا الآراء بتاعتكم في الكومنتات. سلام.